السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم واحد الكيك اللي كيجي من ألذ واروع ما يكون. كيجي خفيف هكذا ومنفوش بطعم البرتقال، كيتحضر في وقت قصير جدا واقتصادي لانه ببرتقاله واحده. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاج 4 حبات د البيض، غادي نحتاج واحد البرتقاله كامله بالقشور ديالها اللي غسلتها مزيان هكذا وحكيت لها القشره كيف كتشوفوا، ماشي حكيتها يعني حكيتها في الغسيل، حكيتها مزيان ونشفتها. غنحتاج 2 خنيشات د الخميره الكيماويه 7 غرام يعني 14 غرام. غادي نحتاج الكأس د السكر حبيبات ما يعادل 200 غرام. غنحتاج 170 مليلتر د الزيت ما يعادل كأس الا ربع. كيف كتشوفوا معايا جميع المقادير غادي نخليها لكم في صندوق الوصف هكذا بالعبار وحتى بالكأس. غادي نحتاج 2 كيسان الا ربع د الدقيق الابيض المغربل مع قبيصه د الملح، تقريبا كيف كتشوفوا معايا 2 كيسان الا ربع. فصافي هادو هما المكونات اللي عندي. كنذكركم مره اخرى انكم غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. ففي واحد الطحانه هكذا غادي نقطع البرتقاله ديالي هكذا مربعات صغيره، غنزولها العطيمات اذا كانوا فيها وغادي نطحنها مزيان. قد ما طحنتوها قد ما كتعلق وكتجي احسن. ممكن اذا بغيتو تخليوها هكذا طريفات، فهذيك الطريفات كيجيو معسلين وكيجيو كيطرطقوا تحت السنان، كيجيو بحال الفواكه المعسله. فغادي نطحنها هكذا مزيان بهذا الشكل هذا. حتى كنحصل على واحد العجينه كيف كتشوفوا. فهادوك الطريفات هادوك د القشره اللي كتشوفوا هما اللي غادي يتعسلوا وغادي يعطيو المذاق بحال اللي في خويكم فيه هكذا كيجيو في الكيكه. وكتجي هاد الكيكه منعشه، كتجي غزاله ولذيذه بزاف بزاف. فصافي ملي غادي نحصل على هاد الخليط هذا غادي نضيف 4 حبات د البيض، وغادي نضيف 200 غرام د السكر. ممكن اذا بغيتو، اذا كنتو ما كتبغيوش الحلاوه بزاف فممكن تنقصوا من هاد الكميه هذه ديال السكر. وغادي نضيف 170 مليلتر د الزيت، وغادي نعاود نطحن كل شيء، نطحن مزيان مزيان لان هاد الكيكه هذه بغيتها تجي منفوشه وتجي هكذا تجي عاليه. فغادي نخلطها مزيان. من الاحسن يكون هكذا واحد الخلاط الكهربائي، او حتى اذا خدمتوها بيدكم فخصكم تخدموها مزيان. فتقريبا غادي نطربها واحد 3 دقائق هكذا بالضبط حتى كيترغوى هذا الخليط هذا. كيف كتشوفوا عاد كنضيف الدقيق اللي هو 350 غرام ما يعادل 2 كيسان الا ربع. ضروري الدقيق يكون مغربل. وكنضيف الخميره الكيماويه اللي هي 14 غرام او 2 خنيشات. وكنعاود نشد على الخليط ديالي ونطحنو مزيان او نخلطو مزيان. في هذا الاثناء ضروري ما يكون عندي الفرن كيسخن على درجه حراره 170 مشعول هكذا من الفوق ومن التحت، باش كندخل الكيك ديالي كيكون الفران سخون ما يكونش بارد. صافي وهذا الخليط ديالي جاهز كيف كتشوفوا معايا. غادي نوضعوه في واحد الاناء هكذا اللي غادي يدخل الفرن، يكون مدهون بشويه د الزبده وشويه د الدقيق. وغادي نوضع الخليط كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالو. وكتشوفوا هاد الطريفات هادو انا تعمدت انني نتقل هكذا الكاميرا او نخليها هكذا بطيئه باش تشوفوا هذوك الحبيبات هادوك اللي كيكونوا داخل. فصافي غنضرب الاناء ديالي هكذا باش يخرجوا هاد الفقاعات اللي فيه. وغادي ناخذ واحد 2 حبات عفوا 2 معالق طعام د السكر حبيبات. هذا السكر هذا اللي غادي نرشوه في الوجه هكذا. عليا قلت لكم اذا كنتم ما كتبغيوش الحلاوه بزاف فممكن تنقصوا من 200 غرام. فكنرش هكذا السكر حبيبات. ضروري هذه المرحله هذه كتعطي لهاد الكيك واحد القرمشه من برا غزاله.
فكنرش هاد السكر هكذا حبيبات. الفرن مشعول من تحت والفوق 170 درجه، وكندخل الكيك ديالي في الوسط هكذا في الجهه التحتانيه شويه، يعني ماشي في الوسط الجهه الفوقي، غير الجهه التحتانيه شويه هكذا. وكنخلي الكيك ديالي 40 دقيقه بالضبط، ممكن حتى 45 دقيقه لان الكيك كبير والصينيه حتى هي كبيره، حتى كيطيب مزيان وكيتحبر. كيف كتشوفوا معايا هاد السكر هذا كيتكراميليزا كيف كتشوفوا معايا، وكيعطي واحد القرمشه هكذا خفيفه للكيك ديالي، كيجي مقرمش ومن داخل كيجي معلك، كيجي لذيذ بزاف. فانا زوقته هكذا بالسكر الثقيل من الوجه، يمكن تخليوه هكذاك او تزوقوه باي حاجه بغيتو. وغادي نقطع واحد الطرف باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي منفوخ وعالي. فالاناء ديالي انا كبير، كنظن فيه 30 او 32 سنتيم. اذا كان عندكم الاناء صغير شويه فغادي تجيكم منفوخه اكثر. انا الصينيه ديالي كبيره شويه، فهذا هو الشكل ديالو من الداخل. هذاك الطريفات د البرتقاله كيجيو معسلين ولذاذين من الداخل، واللون ديالو ايضا كيجي بلون البرتقال كيف كتشوفوا معايا. ساهل واقتصادي، كيتحضر في وقت قصير جدا وكيجي منعش هكذا، خصوصا الناس اللي كيبغيو البرتقال. ممكن تعوضوا البرتقال ايضا بواحد الليمونه حامضه، الناس اللي كيبغيو الليمون الحامض كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم ومشاركه الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا الاشتراك في القناه اذا كنتوا كتزورونا لاول مره باش توصلوا معنا دائما بالجديد. وانا هنا كنقول لكم كيف ديما بالصحه والراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.